بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم الأطوار التاريخية. بعد ذلك جاء القرامطة. لما جاء القرامطة عام 317 للهجرة، جاءوا من الأحساء، جاءوا من شرق الجزيرة العربية. لما جاءوا القرامطة جاءوا في يوم 8 ذي الحجة، أبو طاهر القرمطي، فقتل الحجاج وردم ب20,000 قتيل من الحجاج ماء زمزم، وجعل فرسه يبول على مقربة من الكعبة، وقال: أنا الله والله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم أمر جنده أن يقلعوا ميزاب الكعبة، فقدمت قبيلة هذيل يوم ذاك بلاء عظيما، وقفوا على جبل أبي قبيس يرمون بالأسهم. كلما صعد أحد من جنود أبي طاهر يريد أن يقلع ميزاب الكعبة ضربوه فيسقط حتى يأس أن يهدم الميزاب، لكنه تسلط على الحجر فقلع الحجر، لأن الحجر الآن نازل، فالسهم مع زحمة الناس ما يصيب، لكن الميزاب عالي، فالذي يصعد لوحده يبان، يعني يظهر بالعامية هذه، لكنه يستطيعون بهذيل قتله. أخذ يقتل في الناس. أحد أهل الحديث وهم يقتلونه قال: ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. فجاءه رجل جاهل قال: ألم يقل الله ومن دخله كان آمنا؟ هو يعني يسخر، ومن دخله كان آمنا ويقتله. قال: يا غبي، المعنى ومن دخله فأمنوه، هذا خبر يراد به الإنشاء، ومن دخله يعني المسجد الحرام فأمنوه، يعني اللوم عليك أنت ليس علي أنا، أنت مسؤول عن الحرم، أنت تؤمن الناس. ولهذا يعني والله من باب الإنصاف إن الحرم الآن في أمن عظيم، لله الحمد والمنة. كثر زائروه، كثر الحجاج، كثر الطواف، لما فيه من أمن ولما فيه من قدرة وتيسير للناس على أن يعبدوا الله جل وعلا فيه. وهذا من أعظم مناقب الدولة السعودية المباركة. المقصود أخذوا الحجر الأسود معهم، مكث الحجر الأسود في الأحساء في هجر في البحرين 22 سنة. هذا في دولة بن العباس. والناس تحج ويؤشرون إلى موضع الحجر. بعد 22 عاما رد الحجر في محفل كبير وشهود إن هذا هو الحجر، من أدرك الحجر منهم يعرفوه، لكنه عيد مكسر. فالآن إذا لاحظت سيد عبد الرحمن الذي تقبل الحجر هو قطع بالداخل، إنما هذا إطار يحمل الحجر، 8 قطع أشبه بالتمرات، منها الكبرى ومنها الصغرى، 8 قطع. هذه المقصود بالحجر. وقد جاء في الحديث نزل عند الترمذي بسند صحيح: نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم.